في أي لحظة لو خرج محمد بن سلمان من السعودية وتحرك بعض القيادات العسكرية خلال ساعة ساعتين وحضروا أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف، انتهى محمد بن سلمان سيصبح أمير في المنفى. أحد أبرز الأسماء الموجودة الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز، أحد أبناء الملك عبد الله. ما زال هذا الرجل يقبع في السجن. يعني أنت تتكلم عن واحد أبو ملك، الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز خارج المملكة العربية السعودية، متواجد في أوروبا منذ انقلاب محمد بن سلمان، لا يريد العودة. متعب بن عبد الله بن عبد العزيز اليوم هو يعيش أشبه بإقامة جبرية. محمد بن نايف يعيش حالة إقامة جبرية. أنا أقول لك شوف السيناريو الذي سيحصل في يوم من الأيام، خلال دقائق معدودة سيستيقظ الشعب في المملكة العربية السعودية على سقوط محمد بن سلمان. فلا تعتقد أنه في قبول اليوم وتسليم لوضع الإقامة محمد بن سلمان، مش عشانهم رافضين التغييرات التي يحدثها محمد بن سلمان، لكن يشعر كثير منهم بالإهانة، كثير منهم يشعر بأنه تعرض للإهانة. يعني الوليد بن طلال مسكوه علقوه. طيب يعني الوليد بن طلال ممنوع، بس اليوم لا يستطيع الوليد بن طلال أن يذهب ويدير مملكته المالية، ويضطر إلى أن يسلم جزء كبير من ثروته لمحمد بن سلمان.